ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل كيك لذيذ قوي واقتصادي جدا جدا، الكيك البرازيلي. وطريقته سهلة قوي، يعني انت لو اول مرة هتعمليه هيتظبط معاكي جدا. انا اول مرة اعمله، اول ما شفت اللون ده افتكرت ان هم حاطين الوان طعام او كركم مثلا او اي حاجة مدية لون اصفر. طلع الجزر، والجزر ما تقلقيش منه خالص، هو هيدينا لون وقيمة غذائية وبس، ملوش اي طعم في الكيك. الكيك كيك عادي جدا زي اللي بنعمله. اخدت ربع كيلو جزر، تغسليه كويس وتقشريه، وبعدين بالمبشرة بالناحية الواسعة ونبشره. أخدت البشر بقى بتاع الجزر في دورق الخلاط، وضفت له بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، تطلعيها قبلها من التلاجة كده بحوالي نص ساعة، وكيس الفانيليا. وبالنسبة للزيت تلتين كوباية زيت، أنا حاطة بالكوباية المعيارية، أدي تلت وأدي التلت التاني، أي نوع زيت تحبيه، وكوباية سكر. دي كل المكونات اللي هنضربها في الخلاط. بعد كده المكونات الجافة بتاعتنا، كوباية ونص دقيق، طبعا كالعادة ننخلها كويس بالمصفى، وهنضيف لها معلقة بيكنج باودر كبيرة بس ممسوحة، ورشة الملح. وخطوة مهمة قوي، دايما قلبي البيكنج باودر والملح في الدقيق كويس قوي، علشان البيكنج باودر ما يبقاش يعني موجود في جنب وجنب لا من الدقيق، فيأثر على الكيك بتاعتنا وعلى سواها. دي خطوة مهمة قوي وبسيطة. قلبي كويس. بعد كده هنحط المكونات الجافة، سوري السايلة، على الجافة. حطيها شوية شوية، ما تنزلهمش مرة واحدة، علشان يتضرب معاكي بسهولة ويبقى مفيش أي حاجة متكتلة في الدقيق. قلبي بقى من تحت لفوق كده، علشان لو في أي حاجة تحت تطلع معاكي. آخر إضافة معلقة الخل، وقلبتها بقى كويس. بالنسبة للصينية اللي هنستخدمها، الكيك ده بيبقى ارتفاعه عالي شوية، فعايز صينية مقاس 22. أنا استخدمت قالب، فالقالب ده مقاس 24. أنا كنت جايباه جديد بس وعايزة أجربه، لكن انتي بالنسبة لك استخدمي الصينية عادي. بطنته كده بالزيت الأول، وبعد كده معلقة دقيق وتبطنيه كويس. زي ما بقولك هي ارتفاعها محتاجة صينية 22، لكن لو تحبي ان الارتفاع يبقى اقل شوية زي ما انا عاملاه كده، اعملي في 24 مش مشكلة. نزلت بقى الكيك اهو في القالب، والفرن طبعا دلوقتي مشغلينه قبلها ب5 دقايق تقريبا على درجة حرارة 180. اخبطي الصينية خبطتين كده على الرخام عشان اي فقاعات هواء تطلع، وبعدين هندخلها الفرن طبعا على الرف الاوسط. اخدت من 35 ل 40 دقيقة على درجة حرارة 180 زي ما بقولك. طلعت بقى، سبتها تبرد حاجة بسيطة كده وبعدين قلبتها. الابيض اللي فيها ده بواقي الدقيق اللي كانت في القالب. طلعت بقى جميلة قوي، انت ممكن تقدميها بالشكل ده، لذيذة جدا وحلوة قوي. لكن هي الكيك البرازيلي بيزينوها بشوكولاتة وشوكولاتة فارماسيل. تحبي بقى تقدميها سادة براحتك، تحبي تزينيها كده او تزينيها بأي حاجة. الشوكولاتة اللي استخدمتها 85 جرام. أنا مستخدمة شوكولاتة بالحليب مع شوكولاتة دارك اللي موجود عندي، يعني خلطة. المفروض إن هي تسيحيها في شوية لبن. أنا بقى عملت لها إضافة كده من عندي، إن أنا سيحتها في لبن مكثف. بالنسبة لي اللبن المكثف مش غالي، لأن أنا بعمله في البيت. يعني أنا باخد كيلو لبن الحليب بعمله لبن مكثف، بيطلع معايا برطمان كبير بحطه في التلاجة استخدمه في الحلويات، فما بيبقاش مكلف خالص يعني. لو تحبي تعمليه، افتحي الفيديو بتاع اللبن المكثف واعمليه. لو مش حابة تعملي لبن، يعني تسيحي الشوكولاتة في اللبن المكثف، تلت كوباية لبن حليب معاها نص معلقة قشطة أو مكعب زبدة، سخنيهم قوي قوي ونزلي فيهم الشوكولاتة وسيحيها بالطريقة العادية عادي خالص. حطيت بقى الشوكولاتة اهو، الشوكولاتة الفارماسيل بقى شكلها جميل قوي، وبعدين بدأت أقطعها. هتشوفي بقى اللون جميل قوي قوي. وزي ما بقولك الجزر ملوش أي طعم فيها، يعني هي كيك عادي جدا، هشة قوي وجميلة وسكرها مظبوط. ما أخدتش وقت، اتظبطت معايا. أنا أول مرة أعملها، اتظبطت معايا خالص من أول مرة، هتظبط معاكي جدا. وزي ما بقولك هي اقتصادية جدا، يعني الغالي فيها زي ما بقولك اللبن المكثف ملوش لازمة، استعملي لبن حليب عادي. اقتصادية جدا. غير كده هي بيضتين اتنين، الدقيق بتاعها معقول، يعني مش مكلفة خالص، ولازم تجربوها. ولو جربتوا الكيك بتاعتي النهاردة وعجبتكم، اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.